مرحله البريف. صعبه، لان هو عاده ما بيبقاش عارف هو عاوز ايه، بيبقى فيه افكار كتير، مش محدد هو عاوز ايه، فبنعرض عليه حاجات وبنقعد وقت طويل على ما نوصل للحاجه الكومن اللي احنا متفقين عليها، ونبتدي على اساسها نشتغل وننفذ الحاجه. كلاسيك اكتر حاجه مكلفه طبعا. في شغل كتير وتقيل وبيبقى مليان تفاصيل كتير قوي، محتاجه ان هي تتكلف علشان تطلع بالصوره الممتازه اللي هو عاوزها. حاجات تانية بسيطه خالص. المينيماليزم ما بياخدش حاجات كتير. بوهو مينيماليزم تقريبا ما فهمش حاجه خالص، يعني مجرد الوانات، الديكوريشن بتاعتهم مش كتير. حاجات بسيطه جدا يعني، فمش محتاج ان احنا نكلف جامد يعني. كمان هم ما بيبقوش واخدين بالهم منها في الحياه العمليه، اللي هو النور جاي منين، المكتب بيتحط فين علشان يبقى احسن استخدام. الحاجات دي ما بيبقوش واخدين بالهم منها. بالظبط. شوية احنا لو عملنا حاجة غلط هنضطر نعيدها من الأول علشان نعمل الحاجة الصح، فدي بندبل التكلفة كده. يعني علشان احنا ندي كل حاجة حقها من 3 أسابيع لشهر ماكسيمم، على حسب نوع الديزاين. على حسب نوع الديزاين اللي الكلاينت بيختاره، وعلى حسب التفاصيل. التعديلات طبعا. احنا بنحاول على قد ما نقدر بنوصل للعميل الحاجة اللي هو عاوزها، بنحطه على بداية الخط كده، بنجمع الأفكار، هو أفكار مشتتة، فاحنا بنجمعها له، بنطلعه الحاجة اللي هو عاوزها بالظبط. او حتى لو ما عندوش بنديله احنا أفكار. هو اصل الستايل بتاع الديكور اصلا من ضمن الحاجات بتاعته شكل الفرنيتشر اصلا بيبقى عامل ازاي. يعني الكلاسيك ليه ستايل، ليه الفرنيتشر ليه شكل معين، وفي المودرن ليه شكل معين، بقيه الستايلات كلها ليها شكل معين. فانا لازم اختار الفرنيتشر زي الستايل اللي انا مصمماه في تشطيب الشقه عامه. عشان نحط صالون كلاسيك اللي هو الاوبيسون مثلا مع ستايل مودرن، احنا كده بوظنا الدنيا خالص. اكيد طبعا احنا بنعمل ماتشنج الفرنيتشر مع الديكور مع الالوان كل حاجه. كل حاجة في الإضاءة بتتحسب من أول مثلا الوحدات الرئيسية اللي هي النجف، لحد السبوتس والهيدن لايت والاندايركت لايت، والحاجات دي كلها بتتحسب مكانها فين ومحطوطة فين والضوء مسلط على ايه. سواء كانت في مكان زي ريسبشن او مطبخ او مثلا اوضه بتاعت طفل بيذاكر، لازم دي ليها اضاءه معينه، المطبخ ليه اضاءه معينه، الحمامات كذلك، كل سبيس في الشقه ليه اضاءه معينه. وبرده لون الاضاءه بيفرق معانا جدا، سواء اللي هي الاضاءه البيضاء او الورم، دي اصلا بتغير لون الحاجه اللي موجوده، سواء فرنيتشر او دهانات. يعني مثلا لو حطينا اللون الورم على دهان ابيض، الدهان الابيض هيبقى بيج شويه، لو الاضاءه بيضاء الدهان الابيض هيبان ان هو ابيض، فالاضاءه بتفرق معانا كتير قوي في التصميم. لازم الحاجات تطلع بمقاسات، بطريقه تركيب، كل حاجه علشان الناس في الموقع يقدروا ان هم ينفذوا الديزاين يطلع زي يعني الواقع يطلع زي الديزاين بالظبط. ما ينفعش ان نديلهم الديزاين كده من غير مقاسات، مش هيعرفوا يعملوا حاجه، والنسب كل حاجه بتفرق في الوركينج.